إيه هي أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ قبل أيام من رمضان لازم نخطط للاستفادة منه واستغلال رمضان في الطاعات والعبادات. مبدئيا لازم نحط برنامج منظم وثابت في مواعيده طول الشهر الكريم. نحط إيه بقى في البرنامج ده؟ أول حاجة القرآن الكريم وتجويده. رمضان هو الشهر اللي نزل فيه القرآن. نقرأ القرآن على طهارة ونستقبل القبلة ونختار أماكن هادية للقراية للفهم والتدبر. وأهم حاجة والأفضل طبعا التجويد عند القراية. تاني حاجة قيام الليل. قيام الليل من النوافل اللي بتقربنا من ربنا جدا. طبعا قيام الليل احنا بنصليه ركعتين ركعتين، وهي ملهاش عدد معين، على قد ما نقدر نصلي. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله والتفرغ للعبادة في الليل أو النهار، ساعة أو يوم أو ليلة أو أيام، وهي سنة مش فرض. دعاء الصايم مستجاب بإذن الله. وفضل الدعاء في رمضان علشان هي عبادة بتيجي في زمن مخصوص. وفي علاقة وثيقة بين الصيام واستجابة الدعاء، نستغل ده. إطعام الصايم، كلنا في رمضان بنتسابق عشان نطعم صايم، ومن الأفضل إنه يكون من نفس الأكل اللي هناكل منه على الفطار، لأن فيها عتق من النار. آخر حاجة النية. نحاول نستغل رمضان السنة دي في إن احنا نجدد نيتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. لا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية، وسواء كان فرض أو تطوع. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.